بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. احنا اولا بنشكر سيادتك ان انت اتحت لنا الفرصه دي بعد الاسئله نود اجابات عليها من سيادتك. تشرفنا ربنا يكرمك. واحنا كلنا هدفنا واحد واتجاهنا واحد، يعني الى القضاء على برضه معظم السلبيات اللي احنا كلنا بنلمسها، لان انا مواطن زيكم واللي انتم بتشوفوه احنا شايفينه، واحنا كلنا يعني على اتجاه واحد وعلى قلب رجل واحد للقضاء على كل المشاكل اللي في السويس، اللي هي بتضايق المواطن السويسي، واللي برضه مش هنقول في السويس لوحدها، في جميع محافظات الجمهوريه. ان شاء الله. حضرتك انا اولا كان في اجتماع بينك وبين سياده المحافظ، فكنا نود نعرف يعني معرفه ماذا طرح في هذا الاجتماع، وما هي المناقشات التي دارت به، وايضا الى ماذا ادى هذا الاجتماع. هو احنا امبارح بصدد كنا امبارح في مجلس تنفيذي امبارح، والمجلس التنفيذي ده بيبقى شامل مواضيع كتيرة جدا، واللي كان يخصنا ويخص الأحياء فيها اللي هو القضاء على الإشغالات، وبرضه مش هنرمي الحمل على إن الأمن مش شغال، لا ده هو برضه توجيهات سيادة الوزير محافظ القضاء على المشكلة في مهدها، لأن بتبقى سهلة في الحل. لما بقضي على مشكلة في مهدها بتبقى سهلة للحل. والأستاذ أشرف حضر معانا وقعة لسه من اسبوعين، كنا فوق برج شانتكلير بصدد دور مخالف، وده كان هيمثل مشكله كبيره، واحنا الحمد لله ربنا وفقنا وبتعاون القوات المسلحه معانا، وجهدكم كصحفيين برضو عاصرتوا معانا وعشتوا معانا اللحظه بلحظه، طلعنا فوق وجبنا ناس وبمعرفه اللي هي الناس اللي هي ساكنه في البرج، وبدأنا نكسر فعلا في الحاجات اللي هي الإنشاءات الخفيفة اللي كانت متمثلة في أعمدة، وأزلنا المشكلة في مهدها، واللي كنا لو سبناها أسبوع أسبوعين كانت بقت مشكلة كبيرة، لأن نهار ما دور بينضرب ويسكن عايز أطلع الناس، عايز أوجد البديل، عايز أوجد الحلول، بتبقى أزمة ليا ولكل الناس، وللي سكن واللي اندحك عليه واللي ما اندحكش عليه، فبلاقي المشكلة بقت متشعبة. فالقضاء على المشكلة في مهدها سهل جدا، وهو ده أسهل وأريح الطرق لنا جميعا. طيب نود أن نعرف من سيادتكم ما هي الخطة التي يقوم بها الحي لإزالة كل المخالفات، وأيضا لتنمية حي السويس بأكمله. هي التنمية مش هتبقى ملموسة ومش واضحة إلا برفع المخالفات، عشان الناس تحس إن في جهد اتعمل. المخالفات المتمثلة عندي الحمد لله، يعني أنا أكاد أكون أقل الأحياء في مشاكل المخالفات. بدأنا نحصر، عندي مخالفات كلها متمثلة في أكشاك عشوائية بدأت تظهر في مناطق على الكورنيش، وإحنا استصدرنا لها قرارات إزالة، وبرضو مستني الفرصة اللي هي تيجي. وسيادة المحافظ امبارح مأكد، وفي زي جدول اتعمل لأهمية الموقع اللي احنا مطلوب إزالته، فالأهم تسلسل المشاكل اللي هي خاصة بالإزالات، وفعلا بدأنا نفرخها في كشوفات تاني، ونعمل تحديث للبيانات تاني، على أساس ناخد إن شاء الله، وده الكلام اللي اتفق عليه امبارح، إن احنا بداية من الأسبوع القادم هنبدأ حملات موسعة بالتعاون مع شرطة المرافق، لأن ده دورها والدور الأصيل ليها، إن شرطة المرافق هي اللي تبقى جاهزة مش الجيش، لأن شرطة المرافق هي المنوط بيها رفع الإشغالات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية. أنا كحي برفع، هو بيأمنني، يبقى إحنا الاثنين في بوتقة واحدة، شرطة المرافق وأنا بنبقى متفقين وفي الاستعداد لبدء تنفيذ الحملة دي، واللي احنا خدنا بيها توجيهات ان شاء الله بداية الاسبوع المقبل هنبدأ ننظف الاماكن اللي فيها اشغالات واللي بتمثل لي مشكلة وبتحجب الرؤية اللي انا بنميها. يعني انا عندي تنمية شغالة. طب حضرتك انا اصلا يعني منذ فترة طويلة واحنا نعلم ان يوجد قرارات لازالة بعض الكافيتريات على الكورنيش ولم يحدث شيئا من هذا، فلماذا التأخير إلى أن
اجتمع بسيادتكم المحافظ؟ لماذا لم تقوموا بذلك من قبل؟ تمام. احنا مش هقول لحضرتك احنا ما قمناش، احنا قمنا وفعلا بدأنا نخش على الموقع دي ونبدأ نشتغل عليها، وكان معانا شرطة المرافق، إلا اننا تعرضنا لمجموعة من البلطجية والخارجين على القانون، وده حجب ان احنا يعني ننهي عملنا او نقوم بمهمتنا. فبرضه بعض الاحيان بنستعين بالجيش، بس الجيش مش هيبقى كل حاجة. انا بستعين بالجيش لحاجات قصوى وحاجات ضرورية، انما ان شاء الله موضوع الكورنيش وموضوع الاشغالات اللي موجودة في نهاية الكورنيش من ورا بدون ذكر اسماء ان شاء الله دي بدأنا نفعل قرارات الازالة بتاعتها تاني وبصدد رفعها، وان شاء الله يتخذ فيها الاجراءات القانونيه بالفعل. طب حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي عن منطقه الكورنيش بس، ومنطقه بورتوفيق حضرتك ذهبت الى هذه المنطقه ورأيت كميه الكافيتريات التي احتلت كل الحدائق هناك بالفعل؟ بالفعل احنا من اسبوعين او من 3 طلع من هنا قوه من المرافق وعلى رأسها ضابط مع الناس الحي، وراحوا هناك في آخر منطقة بورتوفيق. لقوا بعض الإشغالات متمثلة في أنتريهات محطوطة وكراسي واستغلال كامل للمنطقة، وبالفعل حصل تعدي من بلطجي هناك وما تمش العمل. وإحنا طبعا زي ما أنتم عارفين الشرطة عندها توجيهات إن ما تأذيش أو ما تضربش أو تصيب حد، فهي دي قضيتنا عايزين نحلها، لان هي دي برضه بقت اشكاليه موجوده دلوقتي. ضابط الشرطه خايف يتعامل بسلاحه يتقال عليه ان هو ضرب متظاهر او غيره، فهي دي اشكاليه في ضوءها للحل بالتنسيق مع مديريه الامن، وان شاء الله اجلا ام عاجلا كل الاشغالات دي هتتشال. طب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الاشغالات وازاله الاشغالات، طب مساله النظافه، مساله الاهتمام بالحدائق، مساله المهملات الملقيه على جوانب الطرقات في معظم انحاء السويس وليس في منطقه بورتوفيق فقط، ده اولا. ثانيا الطرق، الارصفه طريقه متهدمه بطريقه مزريه جدا. اعمده الاناره يعني حقا في منطقه بورتوفيق ومناطق وشوارع اخرى كتير في قلب المحافظه، بس نحن نتكلم عن منطقه حي السويس حاليا. فعلا الاناره لا يوجد بها كهرباء، معظم الاعمده النور بتاعها مطفي، فبيعمل حوادث كتير في قلب الطريق بالطريقه دي. ليه عدم الاهتمام بالاناره؟ هو انا عندي برامج صيانه يوميه بطلع عليها. احنا يعني نوهنا في همسه عتاب لدى الموقع بتاعنا عن هذا اكثر من مره. لا انا موضوع الاناره انا شغال عليه، وفي برامج يوميه لطقم الكهرباء بيطلع للصيانه الدوريه العاديه، وان كان في بعض الكشافات مطفيه احنا برضو بنتابعها، وهي في خطه للترشيد. يعني مش مطلوب مني ان جميع الكشافات اللي على 4 فرد تكون قايده، لا انا عايز الطريق يبقى بقدر الامكان مضاء. تمام كده. انا بتعرض لمشكله ظهرت حديثا اليومين دول، ان بلاقي مفاتيح لوحه توزيع بتتسرق، ولاعات اللي هي بتبقى خاصه بالخلايا الشمسيه اللي هي بتقيد بالليل وتطفي بالنهار بتتسرق، بركب تاني يوم بتتسرق. وعندي هنا في مثال هنا في مساكن اللوكس في الغريب 3 أيام ورا بعض اركب مفاتيح بالخليه وتتسرق، اجي تاني يوم الصبح الاقيها مسروقه، ما اعرفش ايه بالظبط اللي بيتم. واحنا مش سايبين الموضوع، كان عندي برامج صيانه يوميه وانا برضو بتابع، والمسؤولين في الكهرباء بيتابعوا، وان شاء الله برضو الامور دي لما يرجع الامن وترجع الامور لنصابها هلاقي الدنيا دي كلها راقت تاني وبقت حلوه زي ما كنا بنشوفها في الوقت القديم. طب حضرتك هو يوجد صعوبه ان احنا نضع كاميرات مراقبه هذه الاشياء في كل منطقه مثلا، مش في كل شارع؟ لا هو صعب تنفيذ. التكلفه بتاعتها عاليه؟ صعب التكلفه ده. انا عشان اركب دلوقتي كاميرات مراقبه للمرور يعني بقالي 2 سنين نتكلم، ولسه قايمين في تنفيذها، اللي هي عند سينما ريسانس وعند سينما ريسانس عندها الاشاره مفصوله من ايام الثوره، وحاليا لحد دلوقتي ما اتعملتش. والله هو في الاول تبع المرور شغال حاليا، ويمكن انتم تلاحظوا ان في شغل دلوقتي اللي هي تركيب الكاميرات المراقبه المروريه في المحاور الرئيسيه بتاع البلد، عشان برضه نشوف اللي كسر اشاره، اللي عمل، اللي سوى. انما كاميرات مراقبه للسرقه دي احنا ما وصلناش للمستوى ده لسه. ممكن هو دوت فعلا لو حصل عندنا واحنا وصلنا للمستوى ده هيحد كثير جدا من لا بس الكلام ده محتاج تكلفه عاليه جدا، لان هقول ايه يعني، هقول كل ولاعه محتاجه عسكري ومحتاجه كاميرا مراقبه. لا مش كل ولاعه، كل منطقه مثلا يعني. لا هتبقى صعبه شويه. مش يعني احنا
ما دخلناش في المده لسه، لان احنا لسه برضه ورا سنه مش. واحنا املنا ان الحاجات دي تبقى موجوده زي الدول اللي هي احنا بنشوف الحدث على حي في وقت تنفيذه بدون سابق انذار، بنشوف الحدث حي، وده احنا اللي نقبله ان يكون موجود في بلدنا، لان بلدنا مش اقل من البلاد اللي هي بنشوفها على شاشات. احنا برضه حضرتك بنتمتع بكميه حدائق في السويس كبيره جدا، سواء في منطقه التوفيق او على الكورنيش القديم او الكورنيش الجديد او في وسط المساكن. ولا يوجد اي اهتمام بهذه الحدائق، بل بالعكس انها اصبحت ملقى للقمامه من عامه الشعب. فلماذا عدم الاهتمام بها؟ هل هيوجد مشكله في ان احنا نهتم بيها؟ لا، انا عندي اداره اسمها اداره الحدائق قايمه بوظيفتها كويس جدا، وبضرع ما يمكن. ولسه السنه اللي فاتت عاملين لمنطقه الغريب قص الشجر وقص الحاجات دي كلها، فيها تطوير اللي هي الجنينه. قصينا الشجر ودورنا بقيه الشجر الثاني. وبرضه مع حدائق بور توفيق بالتعاون مع جهاز التجميل والنظافه المهندس حسن عبد العاطي معايا مشكورا بيقوم برضه برعايه الحدائق دي. وسياده الوزير محافظ امبارح لسه برضه بنتكلم في موضوع الحدائق، يا جماعه خلي بالكم انا بشوف حشيشه بتموت اللي هي بتحمر او تصفر، فاحنا برضه بنراجع. الارض جرداء، لا هو ان ما طلتهاش ميه لفتره طويله. انا اتكلمت عن الموضوع دوت وعملت عنه تحقيق ومصوره اكتر من حديقه بهذا النظام. تمام، انا برضه بنعمل حتى الاصوات بتاعتها متهدمه، حتى الارصفه اللي حواليها متهدمه، وبيلقي حواليها القمامه فعلا، ومفيش اي اهتمام بهذا الموضوع نهائيا. في السويس في منطقه الكورنيش القديم وعندنا بور توفيق. لا، هو منطقه الكورنيش القديم المشكله اللي فيه الرطش المباني. هي في اخر شارع النمسا، دي حديقه كبيره جدا. اولا يعني انا عايزه كنت اطرح فكره شخصيه لحضرتك. الحديقه اللي في اخر شارع بور توفيق، شارع النمسا، دي حديقه اللي كان فيها الراجل الغلباني اللي كان قاعد فيها ده ومشيناه. واتزال دي منطقه الحديقه دي كبيره جدا، كبيره. لماذا لا نقنن عند الاسكان القديم نقنن من حجم هذه الحديقه لنعمل على توسيع الشارع، لانه فعلا الشارع ضيق جدا وبيحصل حوادث، لان السكان بيبقوا راكنين العربيات والشارع دوت رايح جاي، في المنطقه دي بيبقى في عربيات رايحه جايه وبيحصل فيها احتكاكات ومشاكل كبيره بين السائقين. لماذا لا نكون بتقنين هذه الحديقه ونعمل عمليه توسيع؟ لا، هو المفترض عندي سؤال عكس كده. لا السؤال انا اهتم بالحديقه ده الهدف الاساسي، لان اهتمام بالخضره في السويس، لان انا بلد برضه صحراويه، لازم ازود المساحات الخضراء واهتم بيها، ما اقللش منها. واي تعديات على المسطحات مش على حساب الشارع. ده حاجه لها خطوط اسمها خطوط تنظيم وخطوط شوارع طوليه متقسمه صح. فانا مش عايز اتعدى على الحديقه، انا عايز اهتم بالحديقه. انت رايك الاول ان انا اهتم بالحديقه احسن من ان اشيلها. برضو ادي حضرتك. انا ما قلتش حضرتك ازاي، انا قلت نقننها. لا انا حجمها شويه يعني. لا، انا اهتم بيها، هتلاقي كل حاجه بقت تمام. ومشكله المرور؟ مشكله المرور خارج عن نطاق ده. مشكله المرور ده جهاز امني تاني، هو برضو له سياسته وله برامجه في انه يصلح الحاله المروريه. لان فعلا انا عشان اجي السويس من ميدان مثلا جمال عبد الناصر او ميدان السادات اللي هو في الترعه، عشان اجي السويس انا باجي من الطريق الخلفي، ما اقدرش امشي في شارع الجيش بالليل، لان المشوار اللي هاخده في 5 دقائق ممكن اخده في شارع الجيش في ساعه وبيعطلنا عن برضه يا فندم مش في سلطه الحي صنع حواجز ارضيه اللي جعل الشارع وان واي، طريق اتجاه واحد. لا، اللي هي الحواجز اللي بتبقى في الارض، الحديد اللي هو بيبقى في الارض اللي هو بيمنع العربيه تروح وترجع تاني. عين القط ده هو ده مش ممكن احنا نعمله عندنا، بس بصعوبه برضه ممكن نعمله. لا، مش ما فيش حاجه اسمها صعوبه، هي يعني ماديات دي قبل كل شيء. وانا بشوف الاهم فالذي يليه فالذي يليه. يعني انا يعني عايز برضه اغطي المطبات، اغطي الحاجات المكسره، الارصفه المكسره، ده الاولويات الاولى. بعد كده اخش في ان مثلا اعمل عين قط في الشارع، اعمل مطبات في الشارع، فانا عايز اولوياتي تبقى محدده. واللي يهمني ان انا اخدم المواطن البسيط الاول، ان انا اعمل له رصيف كويس، انظف له الشارع. بس مين قال الشارع حاله النظافه؟ ده حاله النظافه عندي في السويس كويسه جدا. لا كويسه جدا. يوم شم النسيم انا كنت بنفسي في الشارع، وكنا بنوزع على الاسر في الحدائق قياس اللي هي لما اخذ القمامه، على اساس برضه يلموا حاجتهم فيها. وبرضه ان كان برضه بعض السلوكيات الخاطئه ان الناس كانت بترمي، الناس نزلت قبل شم النسيم نظفت الحدائق، وحاليا بيعيدوا عليها تاني عشان يرفعوا المخلفات اللي فيها. وهقول لك في الاخر وفي الاول الحاله الامنيه ان شاء الله
مجرد ما تكتمل المنظومه وكل واحد يبقى عارف شغله هتلاقيني مرتاح من الحرامي اللي بيسرق لي حاجات الكهرباء، من الحرامي اللي بيسرق لي غطيه الصرف الصحي، من اللي بيتعدى على الكهرباء ويسرق لي من عمود عشان ينور حته باترينا حاططها في اي مكان. كل ده سلبيات موجوده في الشارع وانا وانت متفقين عليها، لان مش هننكر حاجه مش موجوده، لا هي موجوده بالفعل. وانا بقدر استطاعتي بخش فيها وبنتعرض لمشاكل وسباب وشتان وتهديدات، بس احنا برضو ما بنقلقش جهدا في اننا نقضي على المشكله، وما بقول برضو نقضي عليها في مهدها احسن ما اسيبها تتاخر شويه. حضرتك برضو مش مسؤوليه شركه النظافه اللي ماسكه نظافه السويس ان هي تضع صناديق قمامه في كل مكان حتى توفر عمليه النظافه للمواطن او تجعلها يعني مريحه له وعدم القاء القمامه في اي مكان اخر؟ طب ما ده شيء طبيعي ان انا موزع الصناديق بشكل جغرافي. بشكل كافي، مثلا في الحدائق ما فيهاش صناديق قمامه بشكل كافي. لا انا عنده عمال بتلم، لان الحدائق دي مفتوحه، لو اي حاجه اترمت في عامل كل يوم الصبح بيلم في شنط كبيره والعربيات المكبس بتعدي عليه. بالنسبه للعامل وبالنسبه للمواطن، ما دي بتسهل عمليه النظافه بالنسبه للعامل النظافه وبالنسبه للمواطن. وايضا عمال النظافه عندما يقوموا بتنظيف الشارع او لم الاتربه فانهم يقوموا بالقائها الى جانب الطرق. لا هو انا شايف ان ممكن يكون بيجهزها على اساس في حاجه جايه ورا تشيل يوم واثنين وثلاثه. لا ان هي تفضل. لو بصيت حضرتك النهارده في شارع اللي هو قدام مدينه شباب والرياضه هتلاقي ان انا شغال تجريد، عمال بتجرد، في وراهم بوك، في عربيه بتشيل تراب، واحنا الملحوظه دي كانت ملحوظه كانت موجوده، ويعني في ايام يعني من فتره ونبهنا اكتر من مره ان اللي يكنس ويلم ويجرد على طول بالتبعيه على طول يشيل، لان اللي عمله لو سابوا ساعه هيتهدي تاني، فبناء عليه احنا لازم فعلا بيسيبوا لا نديهم برضه توجيهات تاني ونعيد تاني راصد المشكله دي ومصورها ونتكلم عنها على لا النهارده قدام مدير الشباب لو بصيت هتلاقي العربيه موجوده والبوك موجود والعمال اللي بيجردوا موجودين، وكل دول كل واحد عارف مهمته ايه، اخر حاجه بتشيل البوك مع العربيه بيشيل التراب على طول على اساس الشارع يظهر نظيف. كنت عايز اسال برضه حضرتك السؤال، هل طرح جراج كبير في منطقه السويس او على كورنيش من ورا، لان احنا عندنا مساحات اراضي كبيره قوي على كورنيش من ورا، دي الفكره دي مش مطروحه ان هي تخفف وطئ الازدحام ازدحام السيارات؟ انت يعني ده انت حضرتك ده انت فجرت نقطه مهمه، ما انا عندي الباركنج قدام الاستاد ده كله اللي في وش المحلات اللي الناس مستغلياه في كراسي، ده اسمه باركنج، ده مخصص لكل العربيات اللي في الكورنيش تخش فيه. انا بتكلم حضرتك عن منطقه السويس، لان احنا عندنا منطقه النمسا وشارع بارادايس والمناطق دي كلها مناطق مزدحمه جدا جدا جدا. تمام. فلماذا لا نفعل باركنج مخصص لهذه المنطقه؟ المنطقه اساسا منطقه سكانيه قديمه، شوارعها ضيقه لا تتعدى 8 متر ولا 10 متر، وفيها كثافه سكانيه عاليه جدا، وحاجه من اثنين، والابراج اللي طلعت يا حاجه من اثنين، يا يجرش في الخد، انما مثلا ما انا بعرض نفس المشكله بالليل، ببقى جاي بلاقي عربيه في وشي، يعني اتخانق يا واحد مننا يرجع للثاني عشان العربيه تعدي. احنا عندنا في السوق من ورا عندنا مناطق فاضيه، زي ما عندناش مناطق فاضيه ورا، ما عنديش مناطق فاضيه خالص ورا. المنطقه اللي قدامنا دي مثلا دي منطقه كلها فاضيه، وكل اللي بيعملوا فيها ان هم بيلقوا فيها القمامه بكميات. لا انت بتتكلم على راتش، اسمه راتش اللي انا بشيله كل اسبوع، والرديم هم بيكونوا كل حته برضه فيها يعني عباره عن جبال في المنطقه دي، ما دي برضه منطقه متروكه ومحدش. ما هو انت برضه حضرتك عايز تشتري حاجه من شارع النمسا، مش هتقدر تودي عربيتك هناك في اخر الدنيا تركنها، يعني بالظروف اللي انا فيها دي مش هتقدر تروح تودي عربيتك هناك. حضرتك لو احنا عملنا مخالفات يجوا هنجبرهم ان هو احنا دلوقتي بصدد ايه دلوقتي؟ عملنا جراج في المحروسه على اساس منطقه سكنيه جديده، باركنج المحروسه ده وظيفته لمبيت للعربيات او جراج للعربيات باجر رمزي جدا، وده في نهايه شارع المحروسه على اساس ده مكان جديد ومكان واعد على اساس يلم لي كل التكدسات اللي هناك. في عندي الباركنج بتاع كورنيش، بس ربنا يصلح حالنا جميعا ونعرف ان ده باركنج مش مكان لفرش كراسي ونشرب فيه شاي وقهوه. المحافظه هم اللي بيأجروا لهم. اما المحافظه ما دي كلها مشاريع تبع، لا مفيش حد مأجر، ده هو كده قاعدين، لا ده ولا حاجه، قاعدين الناس قاعدين بتيجي بالليل تفرش كراسي واخر النهار يمشي. لا ده الباركنج يا فندم، الكافيتريات اللي في الباركنج كلها تبع المحلات اللي في الاستاد. ما هي ما هي انا عارف ان ده بعمل انا اشغال ليهم وبعمل لهم محاضر وبيجي يسددوها، تمام كده، بس هي القضيه كلها ان ده باركنج المفروض ما فيش حد يفرش فيه، وكنا منعناها ومنعنا حد يقعد فيه، بس بعد الثوره مش عارفين نسيطر على حد.
طيب حضرتك سؤال اخير. اتفضل. ايام الحكومه البائنه كان يوجد مشروع خلف الاستاد القديم بعمل منطقه تجاريه كبيره جدا في هذه المنطقه، وبالفعل حطوا يافطه كبيره قوي شايفين عليها المنطقه. فلماذا تم توقف هذا المشروع؟ هو طبعا هذا المشروع كان مشروع تنميه كبير قوي يعني في السويس. المشروع ده كان في الاستاد القديم في المنتخب، ما معناه محلات سور المنتخب، كان هتبقى محلات سور المنتخب، بالاضافه ان هتبقى في محلات جوه ومحلات بره، وكان هيبقى منطقه تجاريه عاليه جدا. بس هو الظروف اللي اتواجدت فيه، الثوره قامت، الوزراء زي ما انت عارف الوزير بيقعد شهر 2 3 4 ما بيطولش، فكله يعني خايف يدي قرار، والمشروع توقف والتمويل توقف، مش محل نقاش حاليا يعني. ومش مش وارد فيه حاجه خالص الوقت طبعا، واليافطه اتشالت كمان. اليافطه فعلا اتشالت، بس لان فعلا المشروع ده كان حاجه مهمه. ايوه احنا شفناه كان حاجه كبيره جدا وحاجه كويسه، واحنا كلنا كنا يعني بنتمنى حاجه زي كده، بس المشروع توقف. طب حضرتك احنا عايزين وعد من حضرتك او تدينا ميعاد محدد ان احنا نشوف بادره امل لكل المخالفات او المساوئ اللي احنا شايفينها هنا في السويس. لا ده احنا عندنا حاجات حلوه جدا في السويس. انت بصيت بعين واحده، ما تبص بالعين الثانيه. لا انا بص على كله، بس احنا برضو عايزين نشوف. بص على طريق حوض الدرس الجديد اللي احنا الجنينه الحديقه اللي هي بتعملها تبع لا طريق بورتوفيق بطريق حوض الدرس البديل لشارع الجيش، الطريق ده والكوبري الجديد والكوبري الجديد وكل يوم يعني بنبص عليه. بس مش حضرتك الحاجات دي ماسكها الجيش؟ لا مش ماسكها الجيش، ده الجيش نفذ الجزء اللي اترصد بس، انما احنا اساسا تمويل المحافظه والفلوس فلوس المحافظه. وانا اعلم ان المحافظه حاليا بتعمل حديقه كبيره جدا في منطقه حوض الدرس. لا ده هو سياده المحافظ كلف هيئه قناه السويس هيئه قناه السويس بانهم المنطقه اللي هي كانوا زي ما تقول منطقه مهمله بين مساكن الهيئه وجزء كده محصور في الخلف، فالمهندس حسن عثمان قال ان احنا هنعملها تبرع لاهالي السويس وتبقى حدائق مفتوحه لمحافظه السويس او في حي السويس من مناطق الخضراء اللي في حي السويس، وده الهيئه اللي هتعمله على حسابها دون يعني ان تكلف المحافظه اي مليم. نمره 2 برضو الشارع ده احنا يعني لسه ما افتتحناهوش، هنفتحه ان شاء الله قريب خالص مع المركز الاستشفائي، وهنظبط المنطقه دي كلها وهندهن اتجاهات الشوارع فين ونزرع. المطبات معموله فعلا بدون اي علامه عليها تماما. لا هنعمل مطبات على الاصول الفنيه السليمه، وهيبقى في علامات ارشاديه تحذيريه قبل المطب. مش عليها اللون الابيض مثلا او ايوه ده هو المفروض لون دستوري قبلها ب 200 ب 500 ب 300 متر على اساس اعرف ان في مطب عندي عشان ما يعملش. الحاجات دي هم عاملين مطبات فعلا ومش عاملين عليها. لا انا لسه في طريق حوض الدرس ما عملش مطبات، بس ان شاء الله هنحاول نعمل مطب برضه عشان الصبيه. بعض الطرق الاخرى فعلا هذا يحدث بالفعل يعني. مطبات بدون اي ارشاد عليها ولا اي لون ولا لا هو بيها بس التكرار الحوادث في المكان، فاحنا واحنا عندنا الحوادث في السويس ما شاء الله كتير. بناخد المبادره السريعه نلحق نعمل مطب وبعدين نبقى نعمل بعد كده ايه بعد كده يعني. بس هي اختصاص طبعا المرور بالتنسيق مع مديريه الطرق، يعني المفروض نسرع بحاجات زي كده عشان الحوادث ان شاء الله حاضر ان شاء الله. ان شاء الله واحنا هدفنا واحد وهدفنا واحد تنميه السويس فوق راسنا كلنا. عندنا السويس اجمل محافظه مثاليه على محافظات القناه، يعني احنا عايزين نخليها مركز واجمل محافظه على محافظات القناه، عايزين نخليها منبع الخير كله يعني. وبرضه رؤيتكم اللي فيه الخير للبلد، وكلنا على هدف واحد ان شاء الله نعدي بينا المركب لبر الامان ونوصل بالسويس لاحسن محافظه على مستوى الجمهوريه، مش لمدن القناه بس. باذن الله احنا ان شاء الله عايزين نشوف بوادر اهداف سيادتك قريب باذن الله في البلد، ونشكرك جزيل الشكر على الوقت اللي انت اديته لنا ومساعد صدر حضرتك لاكل. شكرا جزيلا. شكرا قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من دخل مبنى رئاسه حي السويس مكتب رئيس الحي المهندس عبد العظيم الكيلاني، حبينا يكون اول لقاء لينا على من تطلق الرصاص. قابلنا المهندس عبد العظيم الكيلاني اتناقش مع الاستاذه اسماء ابو بكر في مواضيع عده، لكن النهارده حبيت اطلق الرصاص على شارع في مدينه او حي نبي موسى. تقدمت بعض الاهالي بمشكله انها فينيسيا بس بشكل مزعج، بشكل معكوس تماما. مساكن النبي موسى مشكلتنا فيها بتتمثل في حاجتين اساسيين. هي مساكن قديمه مبنيه قبل 67
وده حاجه يعني لازم تكون ايد التطوير دخلتها. نمره 2 قربها او ملاصقتها التامه لسوق الانصاري، وسوق الانصاري يشمل جميع المبيعات، اسماك وخضار وفواكه وغيره، وبالذات الاسماك. فالاسماك مع قدم المساكن، مع قدم شبكه الصرف الصحي، رغم ان احنا كل فتره نخش نعالج، بس علاج وقتي او علاج مسكن. فاحنا داخلين ان شاء الله على النبي موسى بخطه رفع كفاءه كامله للصرف الصحي، من تغيير وصلات بيوت ووصلات رئيسيه في الشوارع عشان نقضي على المشكله تماما، لان مشكله النبي موسى هي مشكله صرف صحي. ومشكله السوق هناك يا فندم، سوق ما هو السوق، ما هي مشكلتها ربنا كرمها بحاجتين. يعني سوق الانصاري ما الانصاري بتعرفش تمشي في الشوارع فعلا المحيطه بالسوق من الميه وكميه القمامه الملقيه في جميع الجوانب، يعني مش عايز اقول لك والروائح الكريهه يعني فعلا بطريقه مثيره جدا. من سنه او اقل اتجمع من كل محل مبلغ وعملوا وصلات الصرف الصحي بتاعه الخاصه بمحلات السمك على حسابهم، الناس عملتها على حسابهم عشان نقول برضه كل واحد عمل ايه. وللاسف الاستغلال السيء تاني، بيترمي الفضلات بتاع السمك في المطابق، بيقفل تاني الصرف الصحي، الارضيه نفسها بتاع السوق عاليه، الطفح بينزل انسيابي على المناطق الواطيه اللي هي مدرسه الانصاري والنبي موسى ومساكن الانصار والنبي موسى والمدرسه اللي هي مدرسه الانصار الابتدائيه. فاحنا كل مشكلتنا هنحل المشكله دي جذريا ان شاء الله في الخطه العاجله القادمه اللي هي مشكله النبي موسى والصرف الصحي النبي موسى. احنا حبينا النهارده نلقي الضوء ونطلق رصاص على الشارع دوت بعد الاستغاثه اللي جت والعماير عايمه على مساكن الصرف الصحي. نتمنى تلاقي اهتمام من الباشمهندس عبد العظيم الكيلاني زي ما قدمنا له قبل كده مشاكل كثيره وتعاون في حلها، ونتمنى نزول شرطه المرافق لضواحي السويس عشان تقوم بعملها. نتمنى اللي يلقي زباله او قمامه في اي شارع، نتمنى رئيس الحي والمحافظ وكل القيادات التنفيذيه في البلد تاخد قرار جريء ويبتدي يتعمل محاضر او اي شيء رادع ليهم. انا سعدت بلقاء الباشمهندس عبد العظيم الكيلاني، ونتمنى ان يبقى في تواصل ما بين شبكه السويس الاخباريه دايما مع حضرتك. تمام يا فندم، واحنا عندنا لحضرتك ان شاء الله، واحنا بنرصد على كل السلبيات اللي احنا بنوجدها، بنرصدها دايما عندنا في باب همسه كفاءه. فلو حضرتك يا ريت تتابعنا، يا ريت على الباب دوت دايما. نعم تمام ماشي، شكرا ان شاء الله. وزي ما بنرصد برضه سلبيات، احنا عايزين عايزين نرصد الايجابيات. تمام. يا ريت احنا نكون هنفرد برضه برصد الايجابيات مع حضرتك وننزلها برضه على الموقع بتاعنا. هو كان في بعض المواطنين كان تقدموا بشكوى كانت موجهه لرئيس حي السويس منذ 3 اشهر، وفوجئت انه من حوالي اسبوعين او 3 نفس المواطنين لقيتهم بيتقدموا بشكر ونازل الشكر بالنص لرئيس حي السويس لاستجابته للشكوى هو محافظ السويس بخصوص الحديقه اللي في ميدان الغريب. يعني احنا زي ما بننشر السلبيه بننشر الايجابيه، زي ما بننشر الشكوى لما بنحل بننشر رد المواطن نفسه. ايه بقى ان شاء الله ان شاء الله كل خير، وهتلاقوا اننا ان شاء الله تعاون تام في ازاله كل ما هو مشين للشارع او معيب في الشارع، وعلى ما نطلق رصاص اول رصاص نطلق على الاشغالات الموجوده في الشارع، ان دي اهم من اي حاجه بتؤرقني وتؤرق الناس اللي ماشيه في الشارع والغلبان واللي معاه عربيه واللي خايف على بنته، لان الاكشاك والاشغالات دي بقت بؤر فساد مش بؤر مساعده. يعني الناس بتاخدها، احنا بناخدها من جانب مساعده الفقير، لا ده هي بقت بؤره مشاكل. فعلا ده مشكله الصرف الصحي في السويس. فعلا احنا برضه الصرف الصحي عندنا في السويس مشكله كبيره جدا منذ فين في السويس؟ في محافظه في السويس، في حي السويس عامه. يعني منعوا الابراج الفتره اللي فاتت ان هي تتبني، لان الصرف الصحي لا يقاوم هذه الكميه كلها من السكان. تمام. هو في مخطط استراتيجي لمدينه السويس، والمخطط الاستراتيجي ده مبني على اسس علميه اللي هي استيعاب البنيه الاساسيه للابراج دي. وفعلا لو انت بصيت هتلاقي منطقه حد درس ايا كان عرض الشارع، عندي ارض واربعه، الهيئه في بورتوفيق او مساكن بورتوفيق 6 ادوار بس، ده المنشات الجديده. برضو عرض الشارع في الجيش، شارع الجيش ممكن يديله برج، بقول له لا انت ليك 8 ادوار بس عشان خطوط الصرف.
فاحنا لسه ان شاء الله يعني بدانا ننفذ الكلام ده ونفعله، وربنا يصلح حالنا جميعا. وسياده المحافظ مدي اهتمامه الكبير قوي، واللي انا حاسه فيه اهتمامه الكبير قوي بالصرف الصحي بجميع الاحياء الخمسه، وبالذات الاحياء الفقيره اللي هي زي احياء الجناين، مدي اهتمام عالي جدا بالصرف الصحي، على اساس هو اللبنه الاساسيه في البنيه الاساسيه تحت الارض اللي بناء عليها هيبدا يرصف صح، هيبدا يعمل تجميل صح، هيبدا يعمل كل حاجه صح. يعني مثلا احنا ممكن نعمل شبكات تحت الارض لاحتواء الامطار في الشتاء. موجود. زي اسكندريه مثلا، موجوده بالفعل عندي، موجوده بالفعل في وفي السويس. مصارف في الطرق عشان الامطار ما لا موجوده بالفعل عندي في الحي. بس احنا عندنا الامطار لما بتيجي في الشوارع ما بنعرفش نمشي، لا الميه بكميات عاليه جدا هو في بس الشوارع. لسوء اعمال الرصف بيبقى الاتجاهات والميول بتاع الشارع نظرا لقدم الشوارع، الميول بتاخد انحدارات والارصفه والطرقات وشبكه الصرف الصحي برضه اقول لك ان ما لك بتستوعبش كميه المطر اللي نازل، لان المطر بتنزل مره واحده في السنه او مرتين، بس بتنزل على شكل كبير. فده بيبقى صعوبه. بس احنا ما بننامش ليلتها ليله اي مطر، وبنبدا نفتح البلاعات الصرف اللي هي البلاعات المطر، ونبدا نفتح ابيار الصرف الصحي، والعربيات بتاع المحافظه بتشتغل معانا، وبنقضي على المشكله في خلال بالظبط 8 ساعات بعد انتهاء المطر بتنتهي المشكله ان شاء الله. والله يا فندم احنا عارفين ان احنا بنحمل سيادتك اعباء كتيره جدا في المحافظه، لكن عارفين برضه ان سيادتك قدها ان شاء الله. الله يخليك. شكرا جزيلا. العفو. السلام عليكم.